تسجيل رقم قياسي في التلاعب بامتحانات رخصة قيادة السيارات في ألمانيا. في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، حاول أكثر من 2700 فاحص رخصة القيادة الغش في الامتحان وتم القبض عليهم. كان هذا أكثر بنسبة 38% مما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي وأكثر من أي وقت مضى. كما أعلنت جمعية توفى على أساس تحقيق مماثل يوم الاثنين، قال رئيس المركبة والتنقل في توف ريتشارد بوبلت: نفترض أن عدد الحالات الغير المبلغ عنها أكبر. في عشرات الحالات تعرض الممتحنين لهجوم لفظي من قبل المقبوض عليهم، وفي 20 حالة تم تهديدهم بالعنف الجسدي. قامت ولاية براندنبورغ بزيادة إنفاقها بشكل كبير على إيواء ورعاية وإدماج اللاجئين في السنوات الأخيرة، وبينما أنفقت الولاية 384.4 مليون يورو على ذلك في عام 2021، ارتفعت الأموال إلى 512.5 مليون يورو العام الماضي حسبما أعلنت وزارة المالية، وتم تخصيص 536 مليون يورو لهذا العام، وقد وصل هذا تقريبا إلى مستوى عام 2016 عندما كان هناك 552.4 مليون يورو من التمويل الحكومي للاجئين. حادث صدم مأساوي في هامبورغ، قطار شحن يدهس رجلا في محطة ستيلينجر. في واقعة مروعة هزت مدينة هامبورغ، تعرض رجل يبلغ من العمر 37 عاما لحادث صدم مميت عندما صدمه قطار شحن وهو مستلق على السكة في محطة ستيلينجر. لغاية هذه اللحظة لا تزال الظروف الدقيقة للحادث محل غموض، ولا يمكن للتأكد ما إذا كانت هذه الحادثة ناجمة عن انتحار وقوعها لأسباب أخرى. اعتقلت الشرطة الألمانية في مدينة ريفنسبورغ مواطنا ألماني عمره 28 عاما بعد أن قام بدفع مواطن سوري عمره 20 عاما من على جسر، مما أدى لسقوطه مسافة 10 أمتار وتعرضه لإصابات خطيرة. قام بعض المرة بمنع الجاني من الهرب حتى وصلت إلى الشرطة وقبضت عليه. بعد التحقيق معه قالت للشرطة أن المتهم قد يكون يمين متطرف وقام بفعلته بدوافع كراهية الأجانب. العواصف تضرب هامبورغ وتسفر عن حوادث متعددة. شهدت مدينة هامبورغ هجمة عنيفة من العواصف حيث غمرت مياه البحر السوق الشهير للأسماك، مما أدى إلى خسائر كبيرة. وفي بحيرة الألسترا وقع انقلاب لقارب كان على متنه 5 أشخاص، وتمكنت السلطات من إنقاذهم بجهود جبارة. وفي إيمسبيوتل سقطت شجرة كستناء ضخمة تبلغ طولها 12 مترا على سيارتين، مسببة أضرارا كبيرة. تعمل الفرق فنية على إزالة الحطام وتقييم الأضرار. تحث السلطات المواطنين على توخي الحذر واتباع التعليمات الألمانية في ظل هذه الظروف الجوية السائدة.